من 2 كيلو لحمة مفرومة هنعمل كل الأصناف الحلوة اللي قدامك دي. أول صنف كفتة البرغل، كوباية من البرغل الناعم منقوعة في كوباية مية لمدة 10 دقايق وصفيها. حط لها بصل مفروم ناعم، البهارات مكتوبة تحت الفيديو، ومعلقة كبيرة من دبس الفلفل، نص كيلو من اللحمة المفرومة والبقدونس، وشوية من الزيت النباتي أو زيت الزيتون. اعجني بقى على ايدك في الكبة في العجان، المهم توصلي لقوام ناعم ومفتل بالشكل ده. ريحيها نص ساعة في التلاجة وابدأي شكليها بقى زي ما تحبي، الشكل التقليدي للكفتة بتاعت الأسياخ أو كور أو حتى بالشكل الظريف ده. دخليها على الفريزر وهاتيلي نص كيلو لحمة مفرومة وعليه بقى ميكس ما بين البصل الأبيض والأحمر. ودي كفتة الزبادي، حط لها زبادي بيخليها طرية وبتنفع معاكي مع كل أنواع الصواني المشوية في الفرن أو حتى تدحرجيها على الجريل. ما تنسيش تحط لها البقدونس والملح والفلفل بس ورشة زيت، وابدأي بقى كوريها. أنا بعمل منها حجمين، حجم كبير وبحشيه بالجبنة الموتزاريلا أو الشيدر، وحجم صغير يناسب الصواني أو الشوربة أو الطبايخ. هاتيلي الكيلو اللي فاضل عندك عشان هنعمل أحلى برجر. أنا يا جماعة من الناس اللي كنت بحط للبرجر زمان فول الصويا والبهارات والكلام ده كله بيضيع طعم اللحمة. دي أحلى طريقة. هتستخدمي البصل الأحمر علشان بيبقى طعمه خطير في التسوية وبيديله كرملة ولون خطير. تفرميه فرم ناعم خالص وتحطيه مع اللحمة ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر عشان ما يكشش في التسوية، وملح وفلفل، والبابريكا المدخنة دي اختياري. اعجنيه كويس قوي وبعد كده بقى اعمليه في المكبس او قرصيه على ايديكي زي ما تحبي، ورصيه على صواني مدهونة دهنة زيت قبل ما تدخليه الفريزر عشان لما يتجمد تعرفي تفكيه من الصينية. وبعد كده حطي في الاكياس زي ما تحبي، وبس كده.